السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة دادس بعيون غربة. اليوم في هذا الفيديو لإخواننا اللي غادي نطرقوا ليه هو واحد الموضوع، واحد رد سعودي، واحد مفكر سعودي، واحد إعلامي سعودي. صراحة عجبني الفكر ديالو، اللي هو شفت واحد الفكر متوازن وموضوعي حول ما كان يروج في أحداث ديال كأس العالم قطر 2022. علاش؟ لأنه في هذه البطولة ديال كأس قطر كان خلق واحد الصراع إثني عرقي بين ما هو عربي وما هو أمازيغي. علاش؟ لأنه إخواننا في الأمازيغ داروا واحد ردة فعل لما يروجه بعض الإعلاميين محسوبين على بين سبور وعلى الإعلام القطري والخليجي بصفة عامة. لأنه علاش؟ لأنه كانوا كيقتصروا على الدعاية، لأن المغرب بلد يمثل منتخب عربي، نقطة نهاية. وبذلك كيقصيو العنصر الأساسي والمهم في الثقافة المغربية والهوية المغربية، وهو العنصر الأمازيغي. وصراحة اللي هو كيمثل واحد الفئة كثيرة وكبيرة جدا، وما يمكنش انه تقصى بهذه السهوله وبهذه الطريقه، وخاصه بحال هذه الاحداث التاريخيه. لانه ضروري ان الفئات الاخوان الامازيغ انهم غادي يحسوا بواحد الاقصاء وواحد العنصريه اللي صراحه حنايا كنا بدينا المغرب بعيد. صافي تجاوزنا هاد المشاكل، تجاوزنا هاد السياسات، تجاوزنا هاد الافكار ديال التقسيم. هذا ماشي هذا مغربي عربي، هذا امازيغي. حنا كيجمعنا بلد واحد، كيجمعنا مغرب واحد، كيجمعنا نظام واحد، كيجمعنا دين واحد، كيجمعنا هدف واحد، وهو نهزو بهذا البلد ونهزو بهذا المغرب ونطوروا به ونقدموا به الى الامام. هذا هو الاساسي وهذا هو ليسونسيال، هذا هو اللي خصنا نمشيو عليه ونركزوا عليه. صراحة الإخوان غادي نبارطاجيكم اليوم، نبارطاجي معكم واحد الفيديو اللي صراحة واحد الأخ من السعودية عجبني التفكير ديالو. كان تفكير متوازن وتفكير موضوعي، وصراحة تمنيت أن جميع الصحفيين العرب والصحفيين اللي خدامين مثلا في القنوات ديال الخليج ولا ديال البين سبور ولا في قطر أنهم يملكوا هذا الفكر وهذه الموضوعية في الكلام. غادي نخليكم تسمعوا السيد اش قال، ونتمنى انكم في اخر الفيديو تخليو لينا لي كومونتير ديالكم، يكونوا دي كومونتير مزيانين وكل موضوعيه. ونتمنى انكم تشاركوا في القناه وتساعدونا باش نكبروا هذه القناه، ونبارطاجيو الفيديو باش يوصل لاخواننا العرب واخواننا خارج المغرب، باش تعمل فكره ونبارطاجيو هذا الفكر اللي صراحه اللي بغينا يسود على جميع الامه الاسلاميه. وتحيه لكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. ما تمشيوش بعيد، بقاو مع هذا الفيديو وتصنتوا مزيان وحاولوا كتستوعبوا اش كيقول. تحيه لكم. الناس مركزين على حكاية المنتخب العربي أو العرب. ترى على فكرة المغرب مش عرب فقط، يعني إذا تأخذ العرب كقومية، ترى المغرب فيه قومية أخرى كبيرة جدا يعني. ولمعلوماتكم ترى في الدستور المغربي اللغة الرسمية للبلد هي اللغة العربية والأمازيغية. فبالتالي لما يطلع مدرب ولا يطلع لاعب يقول احنا ما نمثل العرب، رغم انهم يعني شكروا الجمهور العربي ككل من المحيط الى الخليج وسعيدين جدا بهذا التفاعل العربي، لكن ترى يا اخوان لا ناخذها بحساسية. الناس دي تتكلم عن عندهم قومية اخرى يجب ان تحترم. هذا اذا اخذت العربية كقوم المغرب ويمثلون قارتهم افريقيا بحكم اصلا انهم جايين اصلا مختارين هم او متأهلين عن قارة ضمن زي ما المنتخب السعودي يمثل اسيا. لكن نرجو انه انا اتمنى، لان انا شايف في تركيز عليها وفي ناس يعلقوا بحساسية انه ليش هم ما يقولوا العرب، وبعض اللاعبين والمدرب لما تكلم وكذا، رغم انهم للامانة كلهم لم ينسوا شكر الجمهور العربي. لكن كونهم يتكلموا عن انه انا مش منتخب ما امثل العرب كمنتخب، لانه عندهم وفي لاعبين ترى من قوميات اخرى. المدرب اعتقد كما قرأت انه هو الاخر من قومية اخرى. فما هذول الناس يحترمون بلدهم، يعني شيء طبيعي انه يقول انا امثل بلدي بكل اطيافه بكل اطيافه. صحيح.
وهذا حق من حقوقهم.